ليبي حر يسأل يقول: أنا أعمل في مصرف وهناك من قال لي إن مرتبات المصارف حرام، هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس صحيحا على إطلاق وليس خطأ على إطلاق، بل فيه صحيح وفيه خطأ. الصحيح أن المصارف التي يتعامل فيها بالربا لا يجوز العمل فيها. وقبل هذا مقدمة أقدم بها: لا غنى لنا عن المصارف. يعني ما نقدروش نستغنوا عن المصارف. المصارف هي الجهة المالية التي تيسر أمور الناس، يحفظون فيها أموالهم، وأيضا يأخذون عن طريقها أجورهم، ويقومون عن طريقها بالتحويلات المالية شرقا وغربا شمالا وجنوبا. والناس الآن تعاني بسبب غياب مهنة المصارف على الصورة الحقيقية لقلة السيولة فيها. الآن نعاني عن طريق النقل النقود برا أو إلى بلدان أخرى، ومشكلات كثيرة تحصل. ما السبب؟ غياب عمل القطاع المصرفي على الصورة الصحيحة الكاملة. لا غنى لنا عن المصارف، ولا ندعو إلى إغلاقها، بل ندعو إلى تقويمها بحيث تكون هذه المصارف تعمل بالصورة الصحيحة التي تؤدي وظيفتها على أكمل وجه، وتكون عضو فاعل أو جهاز أو مؤسسة معينة على بناء الدولة واستقرارها، وأيضا أن تتجنب الحرام ويعيش الناس في الحلال. يعني إذا أمكن للإنسان أن يبتعد عن الحرام، هذا هو المطلوب. فالمصارف التي تتعامل بالربا أو تتعامل أيضا بعقود وبيوعات محرمة، الموظف إذا كان يعمل بهذه العقود المحرمة راه لا يجوز له العمل في هذا المصرف، ليبحث عن عمل في جهة أخرى. الدار الآخرة قبل الدنيا. أما إذا كان المصرف يتعامل بمعاملات مباحة، وقد تحصل بعض الأخطاء المصرفية وبعض المعاملات التي يشوبها بعض الشوائب المحرمة، هذا لا يعني أن العمل فيها لا يجوز، لكن التقويم والتعديل لهذه المعاملات حتى تكون موافقة للشرع هذا هو المطلوب. ومرتب الإنسان بحسب ما صنع، أموال المصارف بحسب ما صنعت. فإذا كان غالب معاملاتها ليست في الحرام، إذا معناها غالب المال حلال، والحرمة في المال في الذي تم التعامل به في الحرام. هذا جواب عام، هذا جواب عام، لا أعني به مصرفا معينا، لكن المصارف التي تتعامل بالربا لا يجوز الدخول فيها. التي لا تتعامل بالربا يجوز العمل فيها مع متابعة الأمور التي قد تحصل فيها من أخطاء وبعض البيوعات والتصرفات الغير صحيحة تحتاج إلى تعديلات، هذه لا بأس بالعمل فيها مع حرص الإنسان على التعديل.